نعمل لكم النهارده ان شاء الله شويه شوربه عدس على الرايق، شويه شوربه عدس هو مش عارف. هنقطع طبعا معانا الخضار، معانا جزر وبصل، لو في كرات وكرفس ماشي، ونقلب الخضار معانا المتاح، وطبعا نقلبه كويس نشوحه مع سن السمنه. يا سلام لو شويه سمنه فلاحي هيعلي معانا التست طبعا. ونقلب الخضار بتاعنا كله بالشكل ده كده اهو. ورقه لو في مثلا ممكن معانا حبهان مستكه حسب الرغبه برضه. حطيت الخضار ومعانا اللي متقطع بصل وجزر وكرات وكرفس. طبعا بعد ما قلبنا الخضار بالشكل ده كله كده اهو، يكون معانا ميه سخنه او شوربه متعدين ننزل معاه، نقلب كده كويس كله مع بعض الخضار. عندما الخضار نسيب الخضار على النار لحد ما يستوي. في ممكن معانا نضيف مكعب من الدجاج ولا حاجه نضيفه معاه، ونسيب لحد ما الخضار يستوي الاول. نسوي الخضار الاول مع البوكيه جرنيه بتاعنا كله، وبعد كده بقى ننزل معلقه لو في معلقه كركم معانا هتعلي التست برضه نظبط اللون معانا. طبعا الكركم مفيد صحي، طبعا كلنا عارفين فوائد الكركم، فوائده عاليه جدا. الخضار استوى معانا بالشكل ده، والجزر استوى والبطاطس استوت. ننزل بقى بالعدس اخر حاجه لما الخضار يستوي، عشان العدس كده كده طبعا ما بياخدش سوا ما بياخدش وقت في السوا. ننزل معاها بالعدس مغسلين مظبطينه، نفضل نقلب بقى كويس، نقلب تقليبته كويس ونسيبه يغلي، وبعد كده نوطي النار عليه شويه نسيبه لحد ما يستوي. لسه معانا كل ده يستوي مع بعض، العدس مع الجرنيه بتاعنا اللي هي الشوربه بتاعتنا دي، ونسوي كله. بعد ما يستوي طبعا او كده بالشكل ده استوى معانا اهو، متأكد ان هو استوى، ما بياخدش سوا كتير اهو. بعد ما يستوي بقى نضربه بالبلندر او مكسر ونسيبه شويه. بعد كده بقى نعمل له طشه، بعد ما نقلبه بالشكل ده كده اهو نضربه كويس، نعمل له طشة بقى سمنة لو عندنا سمنة في اللحمة. في ناس بتضيف بقى توم أو بصل، أنا أفضل إن أنا أضيف له بصل محمر. في ناس بتضيف طشة بصل، في ناس بتعمل له طشة توم، حسب الرغبة كل واحد وحسب الرغبة. بس أنا أفضل طبعا تجربوا الطريقة دي تعجبكم إن شاء الله، طريقة البصل. البصل بيعلى التست معانا. نشوح البصل معانا نشوحه كويس كده مع السمنة الجميلة بتاعتنا. بعد ما نشوحه نجيب سنة كزبرة رشة كمون، نقلب كله مع بعض، نضيف على العدس ونضرب العدس ضربة كويسة نكمل الضربة بتاعتنا. في ناس ممكن نضيفه من غير ما نضربه عادي، في ناس بتحب كده وحب كده، بس أنا أفضل نضربه تاني ضربة كويس بالخضار عشان البصل وكل ده يطلع في بعد كده نصفيه ونظبطه ونتبل بقى وندوق التوابل بتاعتنا ملح وندوق حسب الرغبة بالشكل ده معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. وبألف هنا وشكرا لو عجبكم الفيديو متنسوناش بقى بالاشتراك والإعجاب بالفيديو. اكتبوا لنا طبعا في وصفات